أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قول يا راوي. قصة ظهور الحضارة المصرية القديمة هي قصة ملحمية. مصر ما اتنقلتش من الفوضى للحضارة مرة واحدة، ولا الموضوع كان صدفة أو ضربة حظ. اللي حصل كان رحلة طويلة ومعقدة وصراع شاق بين الإنسان المصري والطبيعة القاسية في الأراضي المصرية. عشان نفهم الحكاية دي صح لازم نرجع لآلاف السنين قبل بناء الأهرامات. الوقت ده كان نهر النيل مليان أحراش ومستنقعات، والصحراء الكبرى كانت مليانة تقلبات مناخية عنيفة جدا، وده اللي خلى جماعات بشرية كتيرة قوي تسيب أماكنها وتتجه إما غربا أو شرقا إلى نهر النيل وتبتدي تأسس حياة جديدة. النهاردة هنتكلم أنا وكريم الراوي في كيف بدأت الحضارة المصرية القديمة وايه هي التحديات بالظبط اللي واجهت المصري القديم اللي اضطرته ان هو يصنع واحده من اعظم الحضارات في تاريخ البشريه. اهلا وسهلا بيك يا شادي، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. نتمنى تكون عوده كده لطيفه ونستمر دايما. سؤال مهم جدا. احنا طبعا طول الوقت بيتم وصف مصر ان هي هبه النيل، لكن الموضوع اقدم من النيل بكتير جدا. خلينا نغوص ونبحر شوية في تاريخ موغل في القدم عشان نقدر نفهم كيف تكونت المجموعات البشرية الأولى التي استوطنت حول نهر النيل. جميل. خلينا متفقين ان الإنسان طول الوقت في العصور القديمة بشكل خاص كان أسير الظروف الطبيعية، أسير الطبيعة اللي حواليه. حسب الطبيعة بيتحرك، مش هو اللي بيخلق الطبيعة مخلوقة ومفروضة عليه. وكان من أكتر التحديات اللي بتقف قدام الإنسان هو التقلب المناخي، من عصور جليدية لعصور مطيرة لعصور جفاف، مراحل كتير مختلفة. كان مطلوب من الإنسان إن هو يقدر يلاقي لنفسه سبيل للحياة وسط هذه الاختلافات والتقلبات المفاجئة. وهنا بتبتدي حكايتنا. تقريبا سنة 9000 قبل الميلاد، من 9000 قبل الميلاد ل 4500 قبل الميلاد، في العصر اللي بيسمى بالعصر الحجري الحديث المبكر، حسب عالم المصريات روبرت جي وينيك أستاذ المصريات في جامعة واشنطن، بيقول إن الفترة دي المبكرة في 9000 قبل الميلاد كانت الصحراء الكبرى شمال إفريقيا. الصحراء الكبرى ديت ممتدة جدا، هنشوف الخريطة بتاعتها دلوقتي معانا. دي كان مكان مطير، وكان مكان غابات في أمطار لا تتوقف. ده معناه أشياء كتير جدا. أولها وجود أنهار وبحيرات على مساحات شاسعة، وده معناه إيه؟ وجود أسماك. الأمطار بتخلق زراعة، بتخلق مع الوقت غابات، أشجار ضخمة جدا مليئة بالثمار. زائد الثمار في طيور طول الوقت بتسكن هذه الغابات، وده معناه كمان حيوانات بتعيش في تلك الغابات، من غزلان وأبقار ونمور وأسود وفرس النهر. حيوانات مفترسة، يعني يا تاكل يا تتاكل بالظبط. وده خلى الإنسان بتاع العصر ده، انا ما اقدرش لغايه دلوقتي نسميه الانسان المصري اللي عايش في المنطقه دي، انسان حياته التحديات بتاعتها ان هو يقف قدام الحيوان المفترس. غير كده سبل الحياه متوفره. اي اداه بسيطه بيصطاد من خلالها سمك، اي اداه بسيطه بيقدر يصطاد من خلالها طيور، اي اداه بسيطه بيقدر يصطاد من خلالها غزال او بقر او ايا كان نوع اللحم اللي بياكله. يقطف زرع ولا كله سمكه ولا بالظبط. وده اللي بيسمى عصور الصيد والالتقاط. بيسمى في علم الانثروبولوجي عصور الصيد والالتقاط، التقاط الثمار الجاهزة من على الشجرة. كانت التحديات مش كبيرة، لكن المفاجأة ان في الألف التاسع قبل الميلاد بيبدأ يظهر عصر جديد بعد العصر المطير، وهو عصر الجفاف. عصر الجفاف طبعا مش بيظهر بين يوم وليلة، واحنا الفترة ديت للعلم كلنا طبعا عارفين بنعيش كمان انقلاب مناخي في الكوكب بتاعنا، الاحتباس الحراري. لكن التقلبات المناخيه دي بتحتاج طبعا مئات والاف من السنين علشان تبدا تفرض سيطرتها على الطبيعه. يعني انت بتقول ان احنا مش هيتم تهجيرنا او مش هيتم تغيير شكلنا الديموغرافي دلوقتي. لسه هيتلعب في البشريه قدام شويه، هيتم تشكيلها على مئات السنين والاف السنين لغايه ما نستقر في مناخ جديد. بس في اختلاف هنا، ان اي تغير مناخي حصل قبل كده في التاريخ هو تغير مناخي نتيجه للطبيعه نفسها. أيوة. طبيعه الارض طبعا. لكن التغير ده بالذات نتيجه لعبنا احنا اللي بنلعب في الاعدادات. نعم. وده يعني خطوره الانسان قبل كده كان ضحيه، لكن كان زيه زي بقيه الجسديات الحيوانات، يعني لا مؤاخذه يعني. دلوقتي احنا للاسف المتهم وليس المجني عليه.
مظبوط. ولكن خلينا نرجع للفترة ديت. الفترة ديت بتبتدي مراحل الجفاف تنتشر، المطر بيختفي شيئا فشيء. وواضح كده من الجيولوجيا ان من اوائل الاماكن اللي الجفاف بيضربها هي الاماكن الشرقية من الصحراء الكبرى. الاماكن الشرقية ديت بتعني مصر. فبيحصل هجرة، مجموعات بتتسرب، مش هجرة بقى جماعية نزوح شامل، مش كل سكان المنطقة قرروا فجأة اللي احنا نروح باتجاه نهر النيل، لا، تتسرب شيئا فشيء جماعات إلى المناطق الشرقية في مصر الحالية على ضفاف نهر النيل. كمان كان في جماعات بتتسرب وتهاجر شمالا على شاطئ البحر المتوسط في ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وتمارس الصيد وبعض الأعمال الملاحية. عايز اسالك سؤال هنا علشان يبقى الصوره كلها مكتمله. هل الجماعات اللي كانت بتتحرك يمين او شمال او فوق او تحت دي كانت جماعات ليها الشكل الانساني؟ طبعا. يعني كانوا ليهم لبس وشرب ولغه واكل طبعا كل حاجه طبعا. ومعتقد طبعا. حتى لو كان مؤلف يعني. طبعا احنا بنتكلم يعني ايه، عمر الانسان تقريبا 300,000 سنة. ممكن حد يقول لك لا 250,000 سنة قبل الميلاد او بعد الميلاد، مش هتفرق. هو الانسان اللي هو احنا على شكلنا الحالي. كان في اناسين سبيشيز تانية. ايوه اناسين زي ما بيسموها. لكن احنا بنتكلم على الهوموسيبيان بتاعنا، الانسان ده بقاله من 250 ل 300,000 سنة. وكان اقرب انسان معاصر ليه كان نياندرتال، والنياندرتال اختفى تقريبا من 40 ل 50,000 سنة. هي في اقاويل في الحته دي ان هو بيقول ان الانسان الاوروبي هو اختلاط بين طبعا الهوموسيبينز والنياندرتال. بيقولوا معظمنا دلوقتي حتى فينا جينات بسيطه جدا من نياندرتال. بسيطه جدا يعني. لكن طبعا احنا استمرار الهوموسيبيان، الانسان الافريقي، الانسان الذي كان يسكن هذه المناطق والغابات. جميل. بس الهجره اللي حصلت من المجموعات حتى البسيطه ديت اللي احنا خلاص عرفنا ان هم احنا اسلافنا المباشرين، دي ما كانش شيء عادي ولا عابر، ده شيء هيغير تاريخ البشريه الى الابد. من جماعات كانت تعيش على الصيد والتقاط الثمار الى جماعات امامها تحديات عظيمه في نهر النيل. زي ما انت قلت في البدايه يا شادي، نهر متقلب، عنفوان جبار، فيضانات، جفاف، احراش، مستنقعات. هيواجه كل ده عشان يزرع اول محاصيل مستأنسة قدر يوصل لها في الفترة دي ما كانتش رحلة سهلة خالص. طب وازاي كان النيل له القدرة على تغيير نمط الحياة بتاعت البني ادم اللي عاش في الحتة دي؟ ازاي اصلا بني ادم قدر يتعامل مع النيل وهو بالشراسة دي؟ لان برضو ده جزء من الطبيعة الشرسة طبعا. يعني، والا كان عاش على ضفاف النيل من زمان يعني. طبعا زي ما قلنا النيل كان نهر غاضب جدا، نهر شرس مليء بالفيضانات. بعد الفيضانات تيجي اوقات الجفاف، احراش، مستنقعات. واحنا عشان حاليا عايشين مش عارفين شكل الاحراش والمستنقعات، عايشين في العصر الحديث. لكن احراش والمستنقعات ديت شيء مخيف. الاحراش ديت ممكن الانسان يتوه ويموت فيها ويطلع عليه اي حيوان، تمساح، سيد قشطه هو الفرس النهر يعني، ياكله. او المستنقعات ديت مليئه بالامراض والبكتيريا والميكروبات والجراثيم. يعني كانت حياه شبه مستحيله. عشان كده عندنا الباحث في مركز العلوم الفرنسيه كارلوس جارسيا بيقول لنا ان الانسان المصري عمل معجزه مع النيل. ان الانسان المصري ينزل على ضفاف نهر النيل في مجموعات مختلفة، كل مجموعة في المنطقة اللي اختارت ان هي تعيش فيها، او اللي القدر او الصدفة او الحظ ساقهم الى تلك المنطقة. اولا لازم يجففوا المستنقعات، وبعد كده يشيلوا الاحراش، ينزعوها، يقضوا عليها. بعد كده يتعاملوا مع النهر الغاضب الشرس ده بحكمة. وبحكمة ديت محتاجة اصلا انك تقعد وتراقب دورة النيل وتفهم هتتعامل معاه ازاي. وهيتجنن عليك امتى فترات الفيضان، امتى فترات الجفاف، وايه شكل الفيضان ده. انا عشان احل مشكله الفيضان لازم اشوفته مره واثنين وثلاثه. مش رحله بسيطه خالص، دي رحله قعدت قرون لغايه ما الانسان المصري القديم جدا قدر يعمل اول اصلاحات على النهر. اذا فانا عندي سؤال هنا مهم ليك جدا يا كريم، عايز رايك فيه. ايوه اتفضل يا فندم. بعد اللي انت بتقوله ده، ان المصري القديم هو اللي سيطر على النهر، او بلغتنا بتاعت الشارع ركب النيل. ايوه مظبوط. ايوه. اذا فهل
النيل هبة المصريين ام المصريين هي هبة النيل؟ لا، المصريين طبعا هم اللي هبة النيل. المصريين هبة النيل. خليني اقولها لك، هجيبها لك بقى من حته بقى ايه اعمق. طبعا دي كلمه المؤرخ اليوناني القديم هيرودوت. اذا لما فانت بتختلف مع هيرودوت؟ طبعا مش انا وبس، وهنقولها دلوقتي. ان الانسان المصري عشان يسكن حوالين نهر النيل عمل مجموعه من المهام والتحديات القويه جدا هتغير شكل الحياه للبشريه كلها. اول حاجه ان هو بدأ يجفف المستنقعات زي ما قلنا، يزيل الأحراش، وبعد ما فهم النهر وفهم أشكال الغضب وأشكال الفيضان يشق الترع اللي هي الأنهار الصغيرة، يعني الإخوة البلاد العربية المختلفة. يقيم الجسور، يقيم السدود لحفظ المياه، يقيم القناطير المختلفة، واخترع الأدوات شادوف والمحراث، الشادوف والجردل والمحراث والفأس. وطبعا كل ده عمله بدأ في الزراعة. احنا عندنا اقاويل ان اقدم اماكن للزراعه في العالم هي في اسيا الصغرى اللي هي الاناضول ببلاد الشام حاليا. ده اقدم فعلا اماكن حصلت الزراعه فيها. لكن الزراعه هتتضخم وتحصل الثوره الزراعيه الحقيقيه في ارض مصر. ده كان بيتطلب حاجات مهمه جدا. انت عشان تقيم الزراعه يا استاذ شادي ويا استاذ المشاهد، دي مرحله معقده جدا عشان في الاخر تقدر تعمل طبق السلطه اللي انت بتاكله ده، ولا صينيه البطاطس. سيبك طبعا البطاطس يعني جايه من امريكا المفروض، ولكن ده مجهود مش مجرد زراعي. انت بعد ما سيطرت على مياه النيل زي ما قلنا بكل التفاصيل اللي حكيناها، انت محتاج تزرع، محتاج تيم يقدر يزرع، يحرث الارض، وبعد كده يرمي البذور، وبعد كده ينتظر، بعد كده يعمل موسم الحصاد. وبعد كده موسم الحصاد طبعا احنا بنتكلم في فتره كانت الحبوب والشعير والرز مهم جدا. بعد كده يجيب المحاصيل دات ويوزعها بشكل عادل، ويخزن البقيه في المخازن او الصوامع زي ما بنسميها في مصر عشان فترات الجفاف. فاحنا كده ظهر عندنا ايه بقى؟ ظهر عندنا المزارع والامين المخازن والحرفي اللي بيعمل ادوات للمزارع، والحارس اللي والباني البنا اللي بيبني الصوامع، والحارس طبعا اللي بيحرس المحاصيل. طبعا، لان طول الوقت في حراميه. السرقه شيء اصيل في الانسان. والتنظيم والاهم، لان انا لو عندي حته ارض وزرعتها اديك ليه تحط في المخازن بتاعتك؟ بالظبط. واي مخازن يعني. ايوه. فبدا يظهر هنا عندنا شكل الاول البدائي للاداره. الاداره ولا الدوله؟ الدولة. ما هي الدولة من خلال الإدارة. الدولة بتفرض نفسها من خلال إن هي بتعرف كيف تدير المنطقة اللي ماسكاها. فبيظهر هنا عندنا مع الفئات ديت كلها بتظهر زعامات عندها رؤية وعندها خطة وعندها القدرة على تنفيذ الخطط دي. ده كله ما كانش موجود أيام الإنسان العايش على الالتقاط. طبعا كل واحد عايش لوحده في أسر، في قبائل يمكن، لكن كان بيجمعهم عصبية قبلية، بيجمعهم سلف مشترك، لكن هنا بيجمعهم حاجة أهم، مصلحة. فبدأت تظهر مثلا كمان أن في جماعات بتيجي على القرى الناجحة وتنضم لها، ولا من نفس العائلة ولا من نفس يمكن حتى اللغة ولا أي حاجة، لكن بتلاقي نفسها مكان بالسكيلز اللي عندها، بالعمل. وهنا بيقول لنا بقى، ده مش كلام أنا، ده كلام السيد جيمس هنري بريستد صاحب الكتاب المهم جدا فجر الضمير، ان مصر ما كانتش هبة النيل. انا خليني اقولها زي ما هو كان بيقول بالظبط. بيقول بل كانت مدرسة، ان النيل لم يكن نهرا عاديا، بل كان مدرسة للتنظيم والبيروقراطية والعدالة التوزيعية. كلام عظيم جدا وصحيح 100%. فهنا التحدي، هنا نرجع بقى لكلام المؤرخ او فيلسوف التاريخ الانجليزي ارنولد توينبي اللي هو صاحب نظرية التحدي والاستجابة، ان في مجتمعات بيبقى قدامها بعض التحديات، طريقة الاستجابة لهذه التحديات هي اللي بتشكل او بتحدد الحضارة بعد كده، او الثمار اللي هتنتج عن هذا التحدي وهذا انا بس كنت عايز اكمل على كلامك حاجة في نقطة سابقة انت قلتها، الا وهي المهام اللي انت قلتها وشكل بناء الدولة او بناء الإدارة او وجود الإدارة اللي هي بتدير كل هذه المهام. يعني في حاجة اهم من ده كله. أيوة. احنا كنا بنتكلم قبل تصوير الحلقة ان الحارس اللي انت موقفه على الصومعة ده ممكن هو يطلع حاميها حراميها طبعا. فانت ازاي هتدير هذا الحارس ان هو ما يسرقش المحصول بتاع الناس الغلابة اللي شغالة مش من حقه؟ طبعا. فانت عندك حاجة تانية ظهرت مهمة جدا. أيوة. الا وهي
ايوه. ازاي تسيطر عليه فكريا وروحيا، وانك تقول له ان ده حرام. فتبتدي تبثله الفكر الديني الوازع الاخلاقي والوازع الاخلاقي عن بشكل طريق زيني. ان في قوه خفيه اكبر هي اللي بتسيطر على الكون. طبعا. وان كان ده حقيقه مش بننكره، ولكن انت ازاي قبل ما تعرفه انت عملته؟ طبعا احنا عندنا دلائل ان الانسان في الفتره ديت كان الانسان المصري، احنا بنتكلم هنا عن مصر، الانسان المصري كان يعتقد في الحياه الاخرى بعد الموت، كان يعتقد ان هناك بعث. ما عندناش تفاصيل، التفاصيل هتبان بعدين مع عصور الاسرات، لكن كل شيء بيدلنا وبيقول لنا ان الناس دول كان عندهم منظومه دينيه، منظومه في الاعتقاد. اعتقاد ايه؟ ده اللي ممكن نعرفه مع ظهور حضاره نبتة بلايا. نبتة بلايا. نبتة بلايا. ناس كتير قوي بتبتدي الحضاره المصريه القديمه من ايام الملك مينا موحد القطرين او نعرمر، وناس تانية بتبتدي الحضاره المصريه القديمه من ايام بداري ونقاده اللي هي ما قبل، اللي هم بيسموها قبل اختراع الكتابه. وفي ناس قليله قوي بتبتديها من عند نبتة بلايا. ايه هي نبتة بلايا يا استاذ كريم؟ نبتة بلايا هي شيء موغل في القدم، وناس قليله جدا نادره اصلا اللي بتنتبه لها، واحنا عشان كده اعتقد ان احنا ممكن نكون من اوائل الناس اللي اتكلمت عليها على اليوتيوب. نبتة بلايا موقعها الحالي ديت حضاره، او نقدر نقول ثقافه، يعني ممكن لو حد مثلا عايز يبالغ يسميها حضاره، لكن احنا عشان ما عندناش معلومات كتير عنها هنقول المعلومات المتوفره. فاحيانا بتسمى حضاره او احيانا بتسمى ثقافه. هي مكانها الحالي في محافظه الوادي الجديد، 100 متر غربا من ابو سمبل في اسوان. 100 متر؟ 100 كيلو متر، مش 100 متر اكيد. غربا من ابو سمبل في اسوان، في اقصى الجنوب الغربي من مصر. وده بيؤكد لنا النظريه بتاعت علماء الجيولوجيا وعلماء الاركيولوجي والمصريات حتى القدماء اللي استخدموا اللسانيات واستخدموا حاجات كتير جدا عشان يقولوا ان الصحراء الكبرى كانت مليئه بالانسان، لان هم ده اصلا كده في قلب الصحراء الكبرى، او يعني في المناطق الشرقيه من الصحراء الكبرى، كان داخلين جوه المعمعه، يعني ان مصر كلها من ضمن الصحراء الكبرى. يعني احنا قلنا حطينا لهم الخريطه فانتوا عارفين شكل الصحراء الكبرى. يعني نبتة بلايا ديت بتبدا في تاريخ موغل في القدم، من 13,000 ل 8,000 قبل الميلاد. يعني بنتكلم من 15,000 سنه اثار ملموسه. انت بتتكلم عن ناس شبه مستقرين، رعاة لكن مستقرين في مكانهم. زي ما مثلا نقول ايه، ان في بدو في سينا، وطبعا دلوقتي حته الحياه البدويه خفت، لكن عايشين في سينا، مش بيسافروا زي زمان. يعني عندنا البدو بتوع اسيا الوسطى دول كانوا بيسافروا بقى من منغوليا لكازاخستان، لا دول بدو في هذه المناطق، رعاة ابقار. فاحنا زي ما قلنا هي حضارة شبه رعوية أو بدوية. لكن نبتة بلايا نفسها المكان اللي احنا قلنا عليه ده كان المركز بتاعهم، المركز التجاري والمركز الديني والمركز الحيواني. لأن من الآثار بتاعت نبتة بلايا بنقدر نعرف إن هم كانوا بالإضافة إن هم رعاة بقر، هم كانوا بيعبدوا البقر. وكان مكان الحج أو النصب الديني الأهم بالنسبة لهم هو نبتة بلايا. اسالك سؤال، مش عارف ان كنت عارف المعلومه ولا، هل كانوا بيعبدوا البقر للبقر ام كانوا بيعبدوا الاله في شكل البقره؟ لا، خلينا نقول ده سؤال جيد جدا. خلينا نقول ان عباده البقر عند اهالي نبتة بلايا بعد كده هيوحي العلماء مصريات كتير جدا ان البقره اللي عبدوها في نبتة بلايا هي السلف لحتحور. حتحور رمز الخير ورمز الخصوبه ورمز الطبيعه عند المصري القديم. هي البقرة اللي عبدها نبتة بلايا. وهنشوف في الحلقة ديت وفي الحلقات الجاية ان كانت مصر قبل التوحيد كل مكان ليه إلهه. كانت حتة ان الآلهة كلها مشتركين في مجمع ليهم نفس الأهمية، دي كانت حاجة مش موجودة. فعندنا مثلا أبيدوس قبل التوحيد، توحيد مصر القديمة، كانت مركز للإله أوزير. نقادة كانت مركز للإله ست. وكان عندنا نخن اللي هي أسوان كانت مركز للإله حورس. وكان في حروب ما بين الثلاثة على أي الآلهة أقوى. طبعا أوزير وحورس كده يعني ده الأب وده الابن يعني. لكن ست واللي هو في القنا في النص ما بين سوهاج وأسوان كان هو اللي فيه مشاكل دايما بين الاثنين. فخلينا نرجع لنبتة بلايا وهنقول إن هم كانوا بيعبدوا البقر، والبقرة بتاعتهم هي غالبا السلف للرب حتحور المصرية القديمة.
واحنا بنعرف ده من خلال حاجة مهمة جدا. اولا هم كانوا رعاة بقر، وعندنا اثر يعود الى يعني في نبتة بلاية يعود الى هذه الحقب الى مقابر نقدر نقول شبه منظمة او مبنية بطريقة حضارية، معمول لها سقف من الطين والقش والخشب، انواع معينة من الخشب، ومدفون فيها ابقار. ابقار، وعندنا زي سنتر كده في ده يعني تقريبا البقرة الاهم، هو كان عجل صغير مدفون فيه، ولقينا الهيكل العظمي الكامل للعجل في مكان في السنتر. والغريب اللي احنا لقينا كل المناطق المحيطة بيه هياكل عظمية لأغنام مذبوحة، وكأن قرابين يعني قرابين. فاحنا هنا بنقدر نعرف ان الناس دول كانوا بيمارسوا طقس ديني. إجابة على سؤالك ان هل كان في دين، احنا هنا بنتكلم على فترة سابقة على سكن النيل بشكل مباشر. احنا هنا بنتكلم المرحلة الانتقالية. احنا اتكلمنا في الأول ازاي الناس كانوا عايشين في الصحراء الأفريقية أو في الصحراء الكبرى، وبعد كده اتنقلوا على النيل مباشرة، لكن أي حاجة بتاخد آلاف السنين، مفيش حد بيروح من هنا لهنا. فدي المرحلة الوسط، مرحلة نبتة بلاية. وبنشوف حاجة كمان مهمة للغاية، ان الناس دي في الفترة اللي هم كانوا عايشين فيها بدأوا يتسربوا من شمال أفريقيا ومن الصحراء الكبرى إلى الشرق، بيقتربوا من النيل. بينهم وبين النيل خلاص 100 كيلو متر. طبعا النيل زي ما قلنا كان لسه في شرس جدا. شرس جدا، فمش عارفين يستقروا بشكل مباشر، لكن خلاص بيقربوا. فبتظهر حاجات مهمة للغاية، ان هم محتاجين يعرفوا كويس جدا اوقات الامطار من اوقات الجفاف. بدأت عصور الجفاف تنتشر، بدأت الامطار تبقى نادرة. هم في الاول وفي الاخر رعاة ابقار محتاجين الامطار، فبيعملوا حاجة اثر بيسيبوه بيقول لنا حاجة مهمة جدا. الاثر بتاعهم اسمه ستون سيركل. ستون سيركل. ستون سيركل ده مجموعة، هنشوفه في الصورة كده، ده إعادة تشكيل ليه زي ما كان معمول بالظبط في متحف أسوان. كان ده اتلقى بالشكل ده في نبتة بلاية. ده كان مجموعة من الأحجار المرصوصة بشكل دائري، لو شفتها من بعيد هتحس إنها منظمة، كان منظمة بشكل عشوائي، لكن مع شغل الباحثين عليها اكتشفوا يا أستاذ شادي ايه بقى؟ ديت مش مجرد أحجار مرصوصة، دي بوصلة للسماء. بوصلة للسماء بيقدروا يعرفوا بيها حركة النجوم والكواكب والأبراج، المجموعات النجمية، خاصة مجموعات زي الحزام الجبار اللي هو جريت أورجن والشعرة اليمنية. وبيقدروا يعرفوا منها مواسم الأمطار، يقدروا يعرفوا إن كمان شهرين هتحصل أمطار على بعد كذا كيلو، غربا أو جنوبا أو شرقا أو شمالا أيا كان. فده بيقول لنا إن هم كانوا ناس وصلوا إلى معرفة فلكية دقيقة ومهمة جدا. الآثار عنهم بسيطة لكن آثار مبهرة. قدرنا نعرف ان هم بيقدسوا حيوان زي حتحور، قدرنا نعرف ان هم ليهم نظام ديني، قدرنا نعرف ان هم ليهم معرفة قوية جدا بالفلك، معرفة بالسماء، معرفة بزراعات بدائية بسيطة. جميل جدا. ومن هنا بتبتدي أول ملامح لحياة منظمة في مصر. أنا عايز أسألك بقى سؤال. أيوة. ممكن نجاوبه في حلقة كاملة لوحده، بس أنا عايز أخد منك رد سريع جدا قبل ما ننهي الحلقة. أيوة. معنى الكلام اللي انت بتقوله ده ومعنى الحلقة اللي احنا بنقولها دي ان مزاعم بعض المؤرخين او بعض الباحثين ان مصر القديمة موجودة من 39,000 سنة او 40,000 سنة، وان هي كانت اكثر تطورا في الماضي، ليس حقيقيا. ده وجهة نظري طبعا. احنا هنا يعني ايه في قول يا راوي دائما بنعتمد على المراجع والمصادر الأكاديمية للمتخصصين. للأسف الكلام ده بيتقال، او مش للاسف، كل واحد حر يقول اللي هو عايزه، مرحبا بالجميع، لو حد عايز يناقشنا فيه كل واحد حر يرى ما يريد. محدش فينا كان عايش وقتها، هي محدش كلها آراء. وانا مش هزعل لو طلعت من 50,000 سنة، انا شيء لا يضرني في شيء يعني. لكن احنا بنعتمد اقوال مين؟ بنعتمد اقوال علماء المصريات وعلماء الآثار وعلماء الجيولوجيا، ولا بنعتمد آراء شوية من الهواة؟ ده الفارق. الآثار اللي عندنا بتقول الكلام اللي احنا نقلناه ده. احنا قلنا النهاردة في الحلقة طول ما احنا بنتكلم كلامنا مدعوم بأسماء علماء المصريات والجيولوجيا والأركيولوجي اللي اكتشفوا الحاجات ديت فعلا ولقوها، واستخدموا الكربون المشع عشان يعرفوا التواريخ بتاعتها. لكن 39,000 سنة و35,000 سنة ده كلام موجود ومنتشر، والإنسان بطبعه بيحب التفخيم. التفخيم. وهو اصلا ما كانش هينفع يحصل في منطقه الاهرامات. ده
كمان يعني اتمنى ما يكونش كده بالنسبه لي، يكون كلام يعني ما فيهوش مغامره زياده عن اللزوم، رغم ان احنا شايفين مغامره رهيبه. انسان طلع من مناطق مطيره تحولت لجفاف رايح يحارب النهر النيل، لكن الناس بس البني ادم بيحب الميتافيزيكس أيوة، والقوه هي الخارقه يعني الله ينور عليك يا مستر شادي. مش الهيرويك اكشنز أيوة. او مش القصص أيوة. البطوليه. ايوه احنا امام قصه بطوليه. في ناس بتحب ان القصه البطوليه ما تبقاش قصه بطوليه، تبقى قصه اسطوريه او خرافيه. احنا بنحب الخرافات. حلقه جميله كالعاده يا كريم، شكراً وان شاء جداً. الله نفرد حلقه كامله ونشوف هل فعلا منطقه الاهرامات والحضارات هناك كانت موجوده من 39 و 40 الف سنه، ولا في عمرها الحقيقي المتعارف طبعاً. عليه منذ يا 5000 ريت. وشويه سنه. واحنا بنرحب باي نقاش وباي حد، واختلاف الراي لا يفسد للود قضيه زي ما قال يعني احمد لطفي السيد. واحنا بنبقى موجودين لايف على تيك توك، لو هتحبوا تشرفونا بننزل ستوريز قبل الميعاد بيوم، بنقول ان احنا تاني يوم هنبقى موجودين لايف للي عايز يتناقش في اي موضوع. تشرفونا، واتبسطت جدا بالحلقه دي كالعاده كريم. شكرا. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو لو عجبتكم الحلقه، وسبسكرايب، واكتبوا لنا في الكومنت اي تعليق تبقوا عايزين تقولوه. باي باي. باي باي.